رمضان كريم. كفتة داوود باشا من الأكلات الشهية اللي بتكون على سفرتنا في رمضان. الأكلات اللي مش معروفة ومظلومة، ما حدش بيعملها كتير. بس أنا شايفة إنها جميلة قوي ومختلفة عن أي نوع كفتة تاني. بتكون شهية طبعا على سفرة، خصوصا لو سفرة رمضان في العزايم بقى، وحتى لأولادنا. بتكون جميلة قوي مع شوية رز أبيض كده وشوية سلطة وشوية مقبلات حواليها كده، بتكون حلوة خالص. انا هعملها معاكم النهاردة بكل تفاصيلها. انا عندي هنا كيلو من اللحم المفروم، طبعا بكون مفروم معاه جزء من اللية كده عشان يمسك الكفتة كويس. عندي كمان هنا بصلة مبشورة انا عصرتها من المية بتاعتها. عندي هنا ده خضار وقرن فلفل كده مفرومين، ومعلقة توم. عندي كمان معلقة نشا. وعندي هنا خلطة الكفتة، انا مش هستخدم لها اي بهارات، هكتفي بخلطة الكفتة بس، بتديها طعم مميز كده. هعصر بقى البصل المفروم كويس قوي، انزل منه المية بتاعته. انا عايزة البصل بس، مش عايزة المية بتاعتي على المية. يعني لو هعمل